النهارده هنحاول ان احنا نعرفكم ازاي نحمي ولادنا من التحرش، وبقول ولادنا يعني الولاد والبنات مش البنات بس، ولان الحقيقه الفتره اللي فاتت لو راجعنا كل حوادث التحرش هنلاقي ان نسبه كبيره جدا من التحرش كان بيقع على الولاد اكتر من البنات كمان، فلازم اوعي الاثنين زي بعض بالظبط. خلينا نقول انه مفيش اسباب للتحرش، ولكن هنقول ازاي نحمي ولادنا. أول حاجة لازم أعرف ابني على جسمه، لازم أفهمه أو أوعيه وأخلي عنده ثقافة جنسية، لازم أفهمه إن في مناطق في جسمه ممنوع 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 حد يلمسها أو حتى إن هو يشوفها. طبعا للبنات بنقول لهم منطقة المايو، وللولاد نفس الحكاية برضو منطقة المايو، ممنوع حد يشوفهم، ممنوع حد يلمسهم. أنا كماما أو بابا ممنوع منعا باتا إن أنا أغير هدومي قدام ابني تماما. الكلام ده من عمر كام؟ من عمر سنة. طب هو فاهم إن من سنة إن في حاجة اسمها كده أو شكل جسمي؟ ابني من عمر سنة بيكون فاهم كل حاجة، فممنوع إن أنا أغير قدامه. تاني حاجة ممنوع إن ابني وبنتي أو ابني وابني أو أيا كان يستحموا مع بعض وهم مش لابسين مايو. يعني لما ابني وبنتي او ابني وابني او ايا كان يستحموا مع بعض لازم الاثنين يكونوا لابسين مايو. انا كده بوصل له لعقله ان المناطق دي مناطق مش مسموح ان حد يشوفها، دي مناطق محظوره، من غير حتى ما اقعد اوعي كتير او من غير حتى ما اقعد اشرح كتير، فانا كده بوصل له المعلومه بشكل غير مباشر. ثالث حاجه ممنوع ان ابني حد يحضنه بالعافيه، ممنوع. حتى انا وباباه ممنوع نحضنه بالعافيه. هو دلوقتي مش عايز يتحضن او حد يبوسه، خلاص انا بديله مطلق الحريه وبسيبه. حتى لما نروح عند ناس او ضيوف ويحاولوا يحضنوا ابني او بنتي بالعافيه ويبوسوهم، اقول لهم معلش يا جماعه احنا اسفين، سيبوهم براحتهم، هم لما يكونوا عايزين يتحضنوا هيتحضنوا. واخلي دي قاعده عامه حتى لو اللي قدامي هيزعل، ولكن ما ينفعش ادي ابني اكتر من اوردر عكس بعض. يعني ما ينفعش اقول له حد يحضنك بالعافيه ممنوع واخلي حد تاني يحضنه بالعافيه ويكون مسموح. لازم اخلي الاوردر اللي انا بديهوله طول الوقت ثابت. رابع حاجه دايما احنا بنفرح كأمهات ان ابني ما بيقولش لا، دايما بكون مبسوطه ان ابني بيقول حاضر على كل حاجه في الحياه، والكلام ده غلط طبعا، ما ينفعش. لازم اعلم ابني يقول لا، لازم يكون ليه شخصيته، لو حد قرب له يقول لا، لو حد عمل حاجه عكس ارادته يقول لا، ما ينفعش يكون مسالم طول الوقت. لازم اعلم ابني يحكي لي، لازم كل يوم لو راح في مكان او راح الحضانه او راح المدرسه يجي يحكي لي عمل ايه في يومه، وما ينفعش اقلل منه، وما ينفعش ارمي اللوم عليه، ما ينفعش طول الوقت اقول له صاحبك ضربك، ما اكيد انت السبب، اكيد انت اللي شقي وعملت حاجه. حملوا لك بانش النهارده في المدرسه، ما اكيد انت السبب، طبعا انت شقي انا عارفه. بالتالي انا بوصل له ان هو السبب في كل حاجه، فلا قدر الله لو اتعرض للتحرش او للاغتصاب هو هيبقى عنده احساس ان هو السبب، هو المشكله عنده هو. لو ابني لمس اعضائه الجنسيه بدأ يلمسهم، معنى كده ان هو اتعرض للتحرش؟ لا طبعا، ده بيكون مجرد اكتشاف، وعلى فكره ده بيحصل في سن صغير، ممكن كمان في سن اقل من السنتين. ده بيكون مجرد اكتشاف، وده حاجه صحيه ان هو يكون بيفهم كل حاجه حواليه. ولكن انا كأم المفروض اتصرف ازاي؟ ما ينفعش ازعق، ما ينفعش هقول له ايه اللي انت بتعمله ده كلام فاضي، اوعى ايدك، ما تلمسش الحته دي، انت ازاي تسال؟ ما ينفعش خالص الكلام ده. كل اللي انا اعمله ان انا اشتت انتباهه، اديله لعبه، اقوم العب معاه، اي حاجه، المهم ان انا اشتت انتباهه وما خلوهوش يركز في اللي بيحصل. لازم اوعي ابني بكل المناطق، لان احنا دلوقتي بقى عندنا يوتيوب، فلو انا ما علمتهوش هو هيدخل على اليوتيوب وهيعرف كل الحاجات اللي انا مش عايزاه يعرفها. طبعا مش محتاجه اقول ان احنا لازم نكون بنتابع الموبايل ونكون بنتابع اللابتوب وبنكون بنتابع كل وسائل التواصل اللي هو بيتواصل عليها على النت، وان شاء الله هنعمل لكم حلقه قريب جدا ونقول لكم ازاي تربطوا موبايل ابنك بموبايلك عشان تبقي متابعاه طول الوقت. اخر حاجه لازم اعلم ابني يدافع عن نفسه، لازم اعلمه لما يتعرض لاي موقف يزعق. اصلا المتحرش ده بيكون شخص جبان، فمجرد ان انا بزعق او بعلي صوتي هو بيبدا يكش. على فكره مش لازم يكون الطفل ده تعرض لتحرش عشان يزعق، ممكن التصرف اللي الشخص اللي قدامه بيعمله ده مش لطيف، فابني مجرد ما يزعق الشخص ده مش هيعمل التصرف ده تاني. لازم اعلمه يزعق، لازم اعلمه يقول لا. اخر حاجه قبل ما اختم، احنا بنقول الكلام ده لكل الناس، يعني للاب وللام وللاخ وللخال وللعم، لازم اخلي ابني يخلي باله من كل الناس دي. ممنوع ابني يقعد على رجل اي حد ايا كان، حتى انا او باباه، مش مسموح، ملهاش لازمه، تصرف مش لطيف. اخر حاجه عايزه اقولها،
ان احنا ما نخوفش ولادنا برضو زياده عن اللزوم، لاني انا شخصيا شفت امهات عامله لاولادهم رعب زياده عن اللزوم، لدرجه ان اي حد بيجي يقرب لهم الطفل بيتخيل ان حصل له تحرش، وده طبعا بيأثر عليه نفسيا بالسلب. فلو سمحتوا ما نحاولش ان احنا نراهب ولادنا، ولكن بالتصرفات اللي احنا قلناها دي لما عملناها الطفل هيبدأ يستوعب ويفهم ان في مناطق ما ينفعش حد يلمسها، ولو ده حصل هيجي يقولها لنا. للاسف حلقتنا خلصت، استنونا ان شاء الله في حلقه جديده من انا ومامي على قناه CMN. كانت معاكم كريستينا جمال.